كان في شاب اسمه عاشور. عاشور ده كان صنايعي ميكانيكي، ايده تتلف في حرير. بس الظروف كانت دايما جاية عليه، ووالده ساب له ورشة صغيرة قديمة وعليها كوم ديون ومعدات من زمان. عاشور كان كل يوم يفتح الورشة من الفجر، يمسح المعدات ويقعد يستنى الرزق. الزباين كانت بتخاف تسيب عربياتها عنده، يقولوا ده لسه عيل صغير والورشة قديمة، خلينا نروح لمركز كبير. في يوم حصلت أزمة كبيرة، الدنيا مطرت مطر شديد والورشة غرقت والمعدات اللي فيها صدت. عاشور قاعد على الرصيف وحط ايده على خده، وكان خلاص هيقفل الورشة ويبيع المعدات خردة. وهو قاعد دخل عليه راجل عجوز من سكان الحارة اسمه عم مرسي. عم مرسي قال له جملة واحدة غيرت كيانه: يا عاشور، الرزق بيحب الخفية مش القعدة، والدهب بيبان لمعته لما النار تشتد عليه. افتح ورشتك ونضف عدتك، واللي بيعتمد على ربنا ما بيخيبش. عاشور قام ومسح عدته وقرر يعمل حاجة مختلفة. بدأ يقرأ عن المواتير الحديثة من الموبايل بتاعه، ويشوف فيديوهات تصلح الحاجات المعقدة. بدل ما يستنى الزباين، بدأ يروح للناس اللي عربيتهم عطلانة في الشارع ويساعدهم بأسعار بسيطة جدا. بس كان بيعمل الشغل بذمة وضمير. الناس بدأت تتكلم: في عيل اسمه عاشور، ايده تتلف في حرير وبيفهم في العربيات الحديثة أكتر من التوكيل نفسه. بعد سنة وقف قدام ورشته عربية مرسيدس موديل السنة. نزل منها راجل أعمال كبير وقال له: يا ابني، أنا رحت ل5 مراكز صيانة ومحدش عارف العيب فين، والكل قال الماتور لازم يتغير، وريني شطارتك. عاشور اشتغل على العربية ال3 أيام بلياليهم، ما كانش بيشوف النوم. وفي الآخر العيب طلع حساس صغير جدا متغطي بالتراب. نضفه وظبطه والعربية رجعت كأنها زيرو. الراجل ما كانش مصدق نفسه وطلع شيك بمبلغ كبير لعاشور. بس عاشور رفض وقال له: أنا هاخد حقي بس، كفاية إنك وثقت فيا. راجل الأعمال ده كان عنده أسطول عربيات، وقرر يخلي ورشة عاشور هي المسؤولة عن الصيانة كلها. وورشة عاشور بقت مركز صيانة عالمي. وعاشور لسه زي ما هو بيلبس العفريتة بتاعته وبينزل يشتغل بإيده، وبيقول لكل شاب: عرقك هو اللي بيبني اسمك، والظروف دي شماعة بنعلق عليها خيبتنا. اشتغل واتعب، وهتلاقي الدنيا بتفتح لك بيبان ما كنتش تحلم بيها.